قال لنا والنبي على ايام سيدي جابر كده بس عشان نحب نحمل الواحد دخلنا في ايه بالظبط يعني؟ الحمام اللي كان بيعمل ايه يعدي ازاي عشان الناس مش مصدقه. هو كام كيلو بقى؟ حاجه و30 كيلو. لا ده حاجه و40 كيلو. حاجه و40 كيلو. حاجه و40 كيلو. كان في اوقات بقى الحمام يتاخر، اتصل بيا ياسر الحمام يطلع، شوف الحمام متاخر، يطلع يلاقي الحمام قاطع وفوق يقول لي معاهم حمام وفيهم حمام، هردهم لك. ساعات اقول له لا ما تردهمش دلوقتي عشان الدنيا بتشتي في سيدي جابر، الشتا شغال في سيدي جابر في ابوزي في الشتا، يفرملهم شويه تمام يروح رددهم لي. في كده اظن لو ما تسمع الكلام ده من اي حد بتاع 40 واحده، حاجه و40 واحده طبعا كلهم غزار ما فيهمش استراليات وطراطير. لا فيهم طقم مساويد وطقم طراطير بول كلهم غزار، كلهم حمامتين حلوين يعني ما شاء الله. كان كل يوم على كده. العنبري كان بيطلع قدامهم يعمل ايه؟ لسه كنت بحكي لك عن العنبري ده جاء في يوم مات ابنه اللي لا طار جرى رجع بعد نزل. طلعوا داخلين على المجال، داخلين يعني عدوا سيدي جابر وداخلين بقى بعدين الابراهيميه سبورتنج، واحنا يا دوبك اللي لنا فرد اتدور اسود وراجع. ايه الفرد ده واحنا قاعدين على الظهر، انا قاعد على الظهر وياسر قاعد على الظهر. قرب لنا عنبري، الحق في عنبري، راح نزل جري، انا قاعد على الظهر، نزل على الظهر على الباب. ياسر راح نازل من على الظهر داخل يجيبه لا ميت. شوف بقى الفرد ما رضاش يموت لا ميت في الباب، يعني شوف هو نزل في ثواني يا دوبك لا ميت في الباب. يقف على الباب فرد رميه في الاول وعدى مشوار رجع عارف نفسه هيموت. حاجه هو حس بتعب رجع. بس بص حتى ما كملش 5 دقايق. ابوه كان طاير عندي في شارع فؤاد، وبعدين طار هو زغلول، وبعدين لما انا شلت من شارع فؤاد رحت عطيه لياسر طيره في محطه الرمل. لما ياسر شال محطه الرمل عمل في المنشيه، غيرته في المنشيه، طيره في المنشيه، بعد كده نقل في ابو يوسف، راح طيره في ابو يوسف. لما جيت اعمل حمام قلت له ده طاير في 4 اماكن، قلت له ده صح. قال لي هات طار عندي في سيدي جابر. من سيدي جابر بقى يروح يرد الاول على فين؟ على محطه الرمل، مكانه القديم اللي كان طار فيه اكتر الوقت. في كنتاكي اللي الله يقدس روحه بقى توفى، ده كان عامل حمامتين هناك، كان ياسر شال حمام وكنتاكي هو الموجود. نروح ياخدوا مع تاكي، يقطعوا مع تاكي، راحوا رايحين على فين؟ على الطريق. بعد كده راح هو شدد على فين؟ على ابو يوسف، المكان اللي هو كان قبل ما يجي لي انا. وبعدين بقى بيطلع قدام الحمام ايه؟ بص كل يوم زي الساعه نجر الحمام كل يوم يجري على المجال لحد بالليل يجي يقطع اللي قاطع معانا، يعني كل يوم كده بص زي الساعه. الحمام كان بيجي امتى؟ الحمامتين دول اول ما خدتهم من ياسر كانوا لسه ايه حمامتين يعني جداد لسه واخدهم بقى، يعني خلاص احنا زي كنا في شهر كام يا ياسر؟ شهر 9 لا كنا 10 او 11. كان لسه الحمام ياسر ما هوهوش، وانا بقى راجع وعايز اعمل حمام. قال لي بقول لك ايه حرام هيضيعوا، استنى اهويهم وخدهم. قلت له لا اخدهم انا اهويهم عندي. كان غلط طبعا، الحمام كان لازم يتهوى ويتسلك واخده. ما انا خدت الحمام اول لما خدته هيطلع ياخد فين؟ الناحيه الثانيه بقى الظهريه، راح ياخده في الظهريه وبكوز مشوار هناك مجال هناك بقى مش عايز اقول لك. يفضلوا في المجال لحد لما الدنيا تضلم. حمامتين لسه جداد، واول لما اترموا ياسر كان معايا فوق في يوم جرينا خدنا في المجال جوه. المجال معروف بتاع الظهريه ده يعني ايه ما فيهوش هزار، يعني ما فيهوش هزار. موت كحل. الحمام يومك كان بتفضل كام واحده؟ بتاع 5 6. فضلوا ايه؟ الحمام جه ابوب ناقص 4 5 حمامات. ياسر في ايه؟ قال لي لا هيجوا. قلت له لا هيجوا؟ احنا الدنيا ضلمت بقت خلاص. قلت له هيجوا فين يا ياسر؟ وانا بقى كنت ايه؟ قال لي لا هيجوا وانا عارفهم وبتاع. قلت له بقول لك ايه الحمام ده لو ما جاش النهارده بكره تاخدهم ما يلزمونيش. قال لي يا عم شبابات السنه وفيهم حمام منسوب. قال لي عليه 4 انت عارف الحمام شغالين. قلت له الحمام ده لو ما بقيتش النهارده في الغيه ما يلزمنيش يا عم انت بس لا هيجوا وبتاع. وانا ايه قلت له خلاص انا عامه مش هتكلم من هنا لبكره حلها ربنا. واحنا بقى ايه واقفين بنبوبوا الحمام خلاص بقى احنا بوبنا كنا بقى ايه بوبنا خلاص ما فيش ما جوش
واشواطنا حمام ما جاش كده. واحنا نازلين على باب السلم تحت او السطح يعني لقينا الحمام هو حمام ايه شخص في حمام جاي طلعنا لقينا مش عارف 2 يمكن ساعتها اول مره دي لقينا بتاع 2 فوق لقينا 2 جوه طب الحمد لله قال لي بص اعمل الاثنين التانيين هيجوا بكره قلت له لو ما جوش النهارده من الحمام ده ما يقعدش قال لي ما لسه 2 جايين قلت له ما فيش ما يباتوش بره خلاص نزلنا قفلت باب السطح بقى وانا على السلم تحت ولقيت الحمام ايه فتحنا طلعنا نجري لقينا الحمام فوق على الظهر انا شفت انا قلت له انا ما عنديش حاجه اسمها انا طول عمري ما عملش بعد كده ابدا نش حاجه عملش كده بزغاليله مفيش قلت له انا النش هو كده ما هو مع ان انت لو بصيت لها حمام جديد ومش سكته مش على ريحه ده ريحه تانيه خالص فضلت اخد في السكه دي بقى لحد لما الصقر وقف كان في صقر في السكه بقى قطع علينا السكه الحمام بقى ايه يعدي ما يرجعش افضل قاعد مستني كان في واحد حبيبي بقى دفعتي كده في ظهري اسمه حماده خراط بيجر برضه حاجه و30 واحده احنا الاثنين ناخده بالتليفون واخدين جوه ابص الاقي حماده ده يا ميم الحمام فين؟ اقول له الحمام ما اعرفش شايف هو شايف والمغرب بيأذن ومفيش ولا ريشه جت معانا ناس بتفرجوا قلت لهم يا جماعه خليكم باصين ده في اكيد صقر واقف خليكم متابعين اول لما تلاقوا صقر بيبان نقطه سوداء كبيره قلت لهم تلاقوا الصقر جاي في نقطه سوداء في السماء يبقى الحمام تحت منه ملاش حل تاني الحمام هيفضل ماسك هناك لحد اما الحمام الدنيا تكحل هيروحوا ايه خلاص بقى هيروحوا الصقر واقفين في السجن هيقطعوا هيجروا وراهم قلت لهم هتلاقوا الحمام بيجري بقى في الشارع وهو بيجري ايه وراهم شويه ولاد بيقولوا في انا شايفين في حاجه سوداء وضلنا متابعين لحد ما لقيناه الصقر اتاري الحمام بتاع 60 70 واحد بيجروا تحت قدامه جم فوق دماغي وراح الصقر عطيهم واحده بتاع يمكن 15 20 واحده من عندي ومن عند التاني ما بيتوش جواه في الغايه فبيقول لي قلت له لا ده الصقر ضرب فوقيا والحمام كله نازل في الشارع بكره بقى ربنا يستر حاجه تضيع ما اللي هيضيع هنقول الضرب بكره يبان طلعنا تاني يوم الصبح انا وهو الغايه الصبح لقينا الحمام كله تمام الصقر بقى فضل يعمل كده لحد ما على الصقر فضل كده لحد ما بطلني اجر على السكه دي بقى وشايفين غايه ممكن ينزلوا يتدبوا عليها من غير ما فين في محرم بيه يعني انا في سيدي جابر وده محرم بيه ناحيه المطار بعد المطار بشويه ناحيه الدراسه الجديد دريسه الكتكوت كان بيشخر عندي فردين 3 كده مره انا بعد ما قطعت من العطارين وجاي ومعايا حمام ياما فردين بتوع الكتكوت دول راحوا جايين لي لوحدهم نزلوا لي الدور داروا دورتين وراحوا عاملين واحدتين كده وانا معايا حمام ياما وحمام كتير قوي بتاعي اصلا بيحب يجري صار راح لاعب لعبه من فوق قلت لك راحوا 60 اكتر من 60 واحده حاجه و60 واحده راحوا يمين شمال راحوا الكتكوت في الدور امتى؟ زي المغرب بعد المغرب ما أذن عادي بعملها ولحد النهارده كتكوت اي حد يكلمه يقول لك انا ما شفتش في حياتي كده واحد يجي لي من دورتي لدورتي بعد المغرب دي مصاص مشوار بعيد يعني كذا كيلو كانوا بصراحه ماشيين نزل بس بيهم كده دوره هم رايحين على فين؟ هم قاطعين عين على ابوه في قطعوا من عنده راحوا لابوه الكلام ده ما قالوش خلاص هم طالعين من عندي ماشيين عملوا النمره دي افتكروا ايه؟ مع ضربة الصقر افتكروا بيتهم الاولاني اللي احنا كنا بنقوله ياسر بقى بيروح طالع الصبح متمم ظبط وقالوه بتاع بر يروح جاي كنت بمسك عليهم حمام من البلد يعني يجوا بحمام خلاص بقى الدنيا ظلمت بتاع مش هيروحوا اخوش عليهم حمام الغريب اللي معاهم هيروح فين؟ مشوار كان في فرد احنا مسمينه الخطر فرد احنا مسمينه الخطر الفرد دوت انا منشه على طول عليه طيره خطر سكه عليه طيره وحاطط حصى تحت منه على طول برميه اولا
يطلع يجر الحمام يمشي. بالليل لازم يجي يبوب. اليوم اللي تشوفه حصى ما يبوبش، يروح يبوب في موسى. 3 سنين وزاقه 3 سنين على كده. يقول ما عليه طيره في الباب، يجي لي اكشف يبات عند ياسر. لازم يديله غزل ويخوفه ويعمله عشان يجي لي ارجع اديله طيره تاني، ونمشي على قلب الطيره تاني. بني ادم حمام ما يخليكش حمام زمان كان يعني حاجه كده في النار. بس معلش، بس انت كنت بتدرب الزغلول صح؟ بندريهم ده ساعات. طب ايه اللي خيب الحمامات؟ الغاوي يعني نوعيه حمام هي بس الغاوي هو اللي لا، ما هو الغاوي هو الغاوي ليه؟ مع احترامي ليك، انا بعتبرها زي ايه؟ انت مدرب كوره، لما بتيجي تلاقي تدرب فرقه تلعب في الدوري، اي لعيبه بتلمها في الشارع وتلعب بيها، لازم بتعمل ايه؟ اعداد، تشوف اللعيب اللي عنده مهارات يقعد واللي ما عندوش مهارات يمشي. بتلاقي انت بقى كغاوي ليك نظره في اللي انت بتجيبه، بتشوف اهاليهم ايه. يعني النهارده قصدك ان هو مثلا ما عرفوش تاخد الحمام اللي يروحوه؟ لا طبعا النهارده ولا الحمام قلت عطارته؟ قلت عطارته ليه؟ لسببين. قلت عطارته ليه؟ اولا مفيش مجالات زي زمان اللي هي تبين لك الجامد من اي كلام، مفيش المجال ده، مفيش الجرد الصح، مفيش جرد صح خالص. دي نمره واحد، هي غصب عن الناس اللي موجوده. انا دلوقتي عندي حمام وعايز اجرده على مين؟ انا لازم يبقى جنب منه وفي مجال وفي غوايه نخرج عليها، وغوايه فاهمه مش غوايه. بص احنا ممكن يكون في فرد بتاعي نص لتر، خد ونام وامسك حمام يعني. ممكن يكون عندي فرد انا عارف ان هو نص واحده، بس انا عارف الغوايه اللي جنبي بقول ايه، لا مؤاخذه يعني في الكلمه يعني مش هيعرفوا يمسكوه. صح دي انا معاك. لكن في غواي لا، يعني احنا كان زمان معلش كان زمان انا في مره انا كنت بنشي جنب واحد اسمه الصابونجي، الله يرحمه مصطفى الصابونجي. لما كان يطلع عندي ناس جديده بتتفرجوا اقول لهم يا جماعه اتفرجوا على الراجل ده عشان تعرفوا حاجه بس. اي واحد فيكم لو فرد حمام، لو انت فرد حمام وطرت اتفضلت عليه هيحوشك. انا لو فرد حمام اتفضلت على الصابونجي ده هيحوشك. شوف ليه؟ لا الراجل ملوش حل. هي دي اللي جواي بقى اللي هي لما تفضل الفرد بتاعك عليهم. انا عندي مره فرد اتضرب ثالث سنه رمي، هما كانوا 2 اخوات، مش واحد، ثالث سنه رمي اتضرب. فبقول له يا حاج دلوقتي صغير بقى ازاي وزعلان فرد من حصل كذا كذا. قال لي بقى قد ايه؟ قلت له دي ثالث سنه كنا في اولها. قال لي لا بعد ثالث سنه رمي قول لي الفرد ده جامد ولا مش جامد؟ الفرد ده ما كملش 3 سنين في الغيب. قلت له يعني ايه؟ قال لي لا مش جامد. رحت رايح اخوه اللي بيترمي في الباب الثاني اللي جنبه، رحت خلي مفيش هزار حامد. عشان كده انت هتعمل حمام جامد. فهنا غاوي العطاره. كان في ناس دلوقتي مفيش مجالات تبين لك العطاره. يعني الغاوي الغاوي بقى فين المدرب بقى؟ انا دلوقتي ما باجي انش في اعداد للزغلول واعداد للشاب واعداد للكبير، اعداد تقعد سنين تعد الحمام وتنش. ومش معنى ان هو جامد برضه كل يوم انت بتتمم عليه وبتشوفه صحته وريشه ووضعه ودنيته ايه. ده دم برضه يعني، ما انت فاهم. بس انا بقول لك لازم تبص على الحاجات دي ليه؟ عشان انا واحد من الناس ما بحبش الاعذار، مفيش حاجه اسمها عذر، بس لازم ان انا اديله حقه. ما انا ما اظلموش واقول له انا ما لكش اعذار، لا انا طب انت عندك في اعتبارك ان ممكن الفرد يبوظ؟ فرد جامد يبوظ ولا ما؟ بيغاوي برضه. ما انا الفرد بتاعي باظ، انا عارف الفرد بتاعي بيبوظ ولا ما بيبوظش، ودي بتبقى احتمالها ضعيف قوي انه يروح. انت غاوي وبتعمل مع الرسول مع الفرد الرسول مع فرد ممكن الفرد معايا لا لو باظ اروح اذبح امه. ايوه لا يعني انت عندك في ممكن يعني او انت تتخيل ان الفرد انت عامل معاه الصح لكن ممكن يبوظ بعد 4-5 سنين لو فرد جامد، ولا طالما بعد عدى عليه 4-5 سنين مش هيبوظ؟ لا لو جامد ولا لو شاب وكده مفيش حاجه ولا يعمل. قال لي افتح بقى افتح انا جاي عليك. مفيش الكلام ده. وانا عشان بس ليه بقى؟ لو هنقعد ندور على اعذار لكل فرد يبقى انسى. انا باخد حمام النياسه. انت بتتكلم عن جواه، مفيش جواه فعلا، بس يكون جنبك غاوي فاهم. ما انت لازم تبقى صحيله، لازم تبقى صحيله. تفتكر ان الغاوي ده ما يقدرش يبوظ لك فرد حمام كبير؟ لا وانت فين؟ لا حسن مش حد انا كان جنبي مصطفى الصابونجي ده قال لي كلمه لما انا عملت جنبه، قال لي هبطلك الحمام.
مش عايز حد جنبي، هبطلك الحمام. طياره مش عارف انت عندك كام واحده؟ ونش قلت له 70 واحده. قال لي هحوشهم لك كلهم. قلت له بص يا حاج انت هتحوش 60 واحده. قال لي قلت له انت هتحوش 60 انا معاك، في 10 مش هعرف تحوشهم. يعني قلت له ال 10 انت مش هتعرف تحوشهم دول هحرمك تطلع غيه السنه اللي بعديها. خليك تبص على بين البغداد دي مين فوق ولا مش فوق قبل ما تجبر. هي كده اصلي مش انت هتحوشهم ليه؟ انا لسه بجرب جنبك وبرضه ده غاوي ولازم اديله حقه واحترام. لهم 5 6 وحمام بجربه وحمام بعمله. انا النهارده لما اجيب فرد ياسر اهو صحابه وعارفين حمام بعض ونمشي بعض. الوحيد اللي انا ممكن اخد فرد من ياسر وما اقول مش هجربه. الوحيد. لكن اي حد تاني مهما يكون بينش وبيرمي واخد منه فرد انا هو في عقلي ان انا هاخد الفرد ده اجربه. انا ما بقتنعش الا برمي يعني. بوظوا نفسي في اي حاجه. لكن الكلام ده طبعا دلوقتي انا ماشيين ده يقول لك حمام يسوق. مفيش. وبتحصل بقى حاجات ياما بقى في الغيه بقى طبعا نوادر وطرائف يعني. انا مره حصلت حاجه غريبه بقى بدايه يعني في الحمام غريبه. عادل عزيز لحد دلوقتي مش انت مصدقها. تعمل مهما تعمل قول لي مش مصدقها. ده نوع حاجه لما شلت الحمام من بيت انا في الازاريطه وعملت في سيدي جابر في واحد صاحبنا اسمه محمد كابوري عامل حمام غيه وحمامتين حلوين وغيه حلوه في الازاريطه. فانا طلعت اتغدى عند الحاجه بقى قلت اطلع ابص على السطح سمعته بيصفر قلت ايه اطلع حنيت اتفرج وانا فاتح السطح ولسه ببص كده وبشوف السما عايز هم يكونوا عايزين بعضيهم ولقيت الصقر بيجري وراه وهو وصل وليد جرى وراه مسود اصطاد يضرب فيه شمال يمين وقع منه في الشارع. بتوع مين؟ راح سايبه وراح مكمل على كزخانجي وداخل ايه انا في الازاريطه على البحر قريب من البحر وجاي لحد ايه بعد محطه الرمل. شاف انا بقى الصقر بيجري ورا كزخانجي. كزخانجي راح لافف وراجع على فين؟ على دار. وانا واقف على السطح عمال اتفرج كده ولقيت الكزخانجي جاي ضارب بص جاي متوجه عليا. انا فضلت واقف باصص له كده والكزخانجي جاي والصقر جاي وراه من مسافه ايه كذا كيلو يعني عارف حاجه يعني مش عايز اقول لك يعني. وانا واقف له كده لحد اما الكزخانجي جه ورحت ماسكه في ايدي. في الهوا تخيل يعني شوف الكزخانجي جنب السما راشق فيا والصقر وراه. رحت جاي خاطف الكزخانجي. الصقر بقى ايه ديب 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 ايه ما اعرفش امسكه رحت جاي حاطه مسكته لقيت صدره ايه واخد كام واحده كنت ماسكه معالجه في البيت مفيش حاجه بقى خالص. جاب منخل من عند الحاجه حطه ايه اتصلت بمحمد ايه يا ابني عملت ايه النهارده؟ قال لي الصقر علقها لي 2. قلت له علقها لك ايه؟ قال لي مسوي. قلت له هيجي لك الصبح. قال لي يا عم قلت له بقول لك هيجي لك الصبح ما اعرفش قال لي وكزخانجي علقه. قلت له لك كزخانجي انا حوشته. قال لي ايه؟ قلت له انا حوشته. يا عم انت وبتاع وقعد ايه يهجس. قلت له عايزه؟ قال لي لا هو ايه مش مصدق طبعا وانا عمال اتكلم معاه. راح متصل بياسر تاني يوم ما لقاش ايه؟ لا سوت ما لقاش الكزخانجي. انا خدت الكزخانجي وروحته. راح متصل بياسر قال له ينفع ياسر حصل كذا كذا انا مش عارف مين دي يعني مش ياسر له خلاص انا عارف. قال لي انت مسكت حاجه؟ قلت له حصل كذا 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 كذا. قال لي يا جدع وانت برضه كزخانجي؟ قلت له انا قلت له عمال اكلمه وهو مش مصدق فانا ايه لازم اقرصه وارسل لا عيب ايه كزخانجي تروح. قلت له خليه يكلمني. راح مكلمني هو مين في ايه؟ قلت له انا مش قلت لك الكزخانجي انا حوشته عندي عايزه ولا مش عايزه؟ قال لا انا حاجه اخده. قلت له تعالى لحد النهارده مهما نحكي الحكايه دي ما يصدقش. وعلى بنتش بيته انا طالع اتفرج في وقت يعني عارف انت وصار بيضرب بعيد في اخر الدنيا وهو فين وانا فين يعني ما تجيش. لكن بتحصل حاجات غريبه. انا الحمامتين بقى بتوع ياسر الاخرانيين دول كانوا عندي فضلوا هناك لحد لما اتسرقوا. لازم يجيبوا كانوا الغوايه اللي حواليا واقول لهم يا جماعه لما بقى يحصل حاجه اقول لهم يا جماعه انا عملت حظر تجوال مفيش حد هيعدي في المنطقه واللي هيجي هتفضل عليها حقوق. انا كنت بقول له يا عم كروشهم من على العرق